ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة كيموتك. في الحلقة دي هنتكلم عن واحد من انجح كروت الشاشة في التاريخ، وهو كارت الجي تي اكس 750 تي اي من انفيديا. كارت الجي تي اكس 750 تي اي نزل في سنة 2014. الكارت ده وقت نزوله كان في متناول الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة. وقتها الكارت ده كان بيقدم أداء جبار في الألعاب على دقة 1080 بي، أو بمعنى صح فول اتش دي، وكان بيشغل ألعاب زي جي تي اي 5 وكول اوف ديوتي بلاك اوبس 2 وباتل فيلد 4 مستريح جدا. كان ممكن يشغلهم على إعدادات متوسطة إلى مرتفعة في رينج ال60 فريم عادي. الكارت ده وقت نزوله كانت معظم كروت الفئة الاقتصادية بتقدر بس يدوبك تشغل اللعب على دقة 720 بي، في حين ان الكارت ده كان بيشغل الألعاب على دقة 1080 بي على إعدادات متوسطة. الكارت ده كان مبني على معمارية جديدة كان اسمها معمارية ماكسويل، في حين ان كان معظم كروت الفئة دي كانت مبنية على معمارية كيبلر. الكارت ده كان استهلاك الكهرباء بتاعه قليل جدا، تقريبا 60 واط، فما كانش فيه خوف ان انت يبقى عندك باور سبلاي شعبي وانك تركب عليه. كان الموضوع بيمشي والدنيا بتبقى تمام، وده خلى ناس كتير تتوجه للكارت ده لان استهلاكه للكهرباء يعتبر قليل نسبيا قصاد الكروت المنافسة ليه. الكارت ده لان زي ما قلنا استهلاك الكهرباء بتاعه قليل فما كانش بيسخن قوي، فانت لو ركبته في كيس عادية ما كانش بيعمل اي مشاكل. الكارت ده كان مدعوم من انفيديا كويس جدا، ده غير ان معظم الالعاب اللي كانت نازلة في حقبة نزوله كانت متوافقة جدا مع معمارية ماكسويل. كارت الجي تي اكس 750 تي اي يمكن يكون من اعظم الكروت اللي نزلت في التاريخ. كارت الجي تي اكس 750 تي اي كانت اسطورة لا تكرر. كان كارت مثالي جدا وكان في متناول معظم الناس، رغم انه قديم بس لسه في ناس بتستخدمه وناس لسه بتحبه ولسه ليه شعبية. وبس كده شباب، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. اتمنى لو الحلقة عجبتكم متنسوش تعمل لايك، اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا في الحلقات الجاية. سلام.